النهارده هنستعرض معاكم تي بي لينك وايرلس ان يو اس بي ادابتور. انا جبتها من سوق ب 140 جنيه زائد 10 جنيه مصاريف شحن، يبقى كله 150 جنيه. ودي بتستخدم كرينج اكستندر اللي هو بيكبر المدى بتاع الواي فاي في البيت او في المكان اللي انت قاعد فيه. دلوقتي يا جماعه انا جبت الوايرلس ادابتور ده علشان البي سي ما فيهوش وايرلس والراوتر في اخر البيت، فلما حطيناها في البي سي بقى بيلقط وايرلس وكده حلينا المشكله. وممكن في نفس الوقت تحطها في اللابتوب لو الراوتر في حته بعيده فيقوي الاشاره ويلقط اشاره ابعد من الراوتر، فكده تستخدم اللابتوب في مدى ابعد لو بيتك كبير. وهي هنا كومباتبل مع ويندوز 8.1 تمام، وانا مشغلها في البيت عندي على ويندوز 10 فشغاله برضو مع ويندوز 10 تمام. نستعرض بقى معاكم الانبوكسنج بتاعها. عليها سنتين ضمان من تي بي لينك، وهي حجمها صغير مبتحتاجش يعني ما تاخدش مكان كبير لو انت عندك حاجات كتيرة بتستخدمها كيو اس بي. مع غطا العلبة هنا دليل التثبيت السريع، شهادة الضمان، سي دي عشان تسمع انت لها تعريف، شوية كتالوجات بسيطة. وهي لما بعد ما تسطبها على الكمبيوتر هي بتشتغل على طول وبتفتح بعد كده مع الستارت اب ويندوز، يعني مع تشغيل الويندوز على طول. وهي صراحة كويسة جدا وانا انصح بشرائها لان هي انا استخدمتها اكتر من سنة. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك للقناة.